طيب، إحنا في الفيديوهات الفيديو ده والفيديوهات اللي جاية إن شاء الله، زي ما اتفقنا مع بعض إن إحنا هنبقى شغالين social الفترة اللي جاية، يعني على مدار المحاضرات أو على مدار اللايفات اللي إحنا هنعملها المرة ال الف الفترات اللي جاية، هنشتغل إن شاء الله شغل social صِرف، هناخد كده زي مثلًا mini course social، نحرّك إيدينا شوية في تصميمات social، ناخد معلومات أكتر، مثلًا نتكلم عن الخطوط شوية. نتكلم مثلًا عن الصور مرّة، تمام، يعني زي ما ركّزنا فترة كده على موضوع المطبوعات، هنركّز الفترات اللي جاية على السوشيال، كويس، فهنبتديها النهارده شوية تعريفات نظري كده، وكمان هيبقى معانا تطبيق عملي بسيط، تصميم سوشيال بسيط كده هنمشّي إيدينا فيه، وده اللي هيحصل كل مرّة، كل مرّة هيبقى معانا topic هنتكلم فيه، ندردش فيه كده مع بعض، تمام، وبعدين هنبتدي إن إحنا ندخل نعمل تصميم سوشيال، هيبقى حاجة بسيطة. بس يعني إلى حدٍ ما فيها تركاية، فيها فكرة، ممكن الناس تستفاد، الناس برضه هتشارك برأيها، هتبتدي إن أنت تقترح أفكار لتصميمات، كل مرّة كده ممكن إن إحنا في آخر الlive نعمل إيه، نعمل زي فكرة كده مع بعض أو نقعد نطلّع فكرة تصميم تبقى دي الفكرة اللي معانا بعد كده، والناس تاخدها تنفذها وهناخدها أو نيجي المحاضرة اللي بعدها أو الlive اللي بعده نبتدي إن إحنا نشوف أحسن فكرة ونعدّل عليها وننفذها. تمام، فده اللي إحنا هنمشي عليه إن شاء الله على مدار الأسابيع اللي جاية، زي ما إحنا عارفين إن إحنا كل أسبوع بنتجمّع كل يوم 2 أو 3 على حسب الميعاد اللي بنتفق عليه، وبنبتدي ندردش في topic معيّن. فالtopic اللي إحنا هنتكلم عنه الفترات اللي جاية social، والنهارده معانا أول حاجة اللي هي تعريفات كده في موضوع السوشيال ميديا، يعني مين هو مصمم السوشيال ميديا، مهارات المصمم ده أو المهارات اللي لازم تكون عند المصمم اللي بيقول على نفسه إن هو بيشتغل سوشيال ميديا، ومراحل إعداد التصميم. التصميم بتاعي ده بيمُر بكذا مرحلة هنتكلم عنهم النهارده، فدول ال3 عناصر أو ال3 حاجات اللي إحنا هنبتدي نتكلم عنهم النهارده، بجانب إن التصميم اللي معانا اللي هو ده، تصميم لأبلكيشن اطلب، تمام، ده تصميم من وحي الخيال، يعني عادي كريته عادي كده هنبتدي إن إحنا ناخده كمثال نتمرّن عليه، تمام، وهنعمله من أول وجديد ونشوف بحثنا عن الصور بإيه، والخطوط اللي معانا، وكمان الأيكون، وممكن الصور هارفعها في link وأحطها في الdescription اللي هينزل في الفيديو أو هينزل على اليوتيوب، تمام، هتلاقي الlink كده تحته فيه كل العناصر اللي إحنا هنستخدمها، تمام، طيب. أول حاجة معانا هو أنا أولًا مش عامل share للناس، خلّيني أعمل share كده وكده، كده ده هيبقى ظاهر في الفيديو. المفروض دي أو ده الtopic اللي إحنا قُلنا عليه علشان بس الفيديو ما كانش ظاهر للناس، وده التصميم اللي إحنا هنشتغل بيه، تمام. أول حاجة معانا، مين هو مصمم السوشيال ميديا؟ هنقرا النظري كده ونبتدي إن إحنا ندردش فيه. هو الشخص اللي بيبقى عنده من الخبرة الكافية من خلال برامج معينة في التصميم. إنه يحوّل فكرة الإعلان أو الهدف من الإعلان لتصميم مرئي، يقدر إنه يشد العميل ويوقّفه علشان يقرا الإعلان ده، يعني لو مثلًا فريق التسويق أو لو فريق الmarketing هدفه إنه يوصّل جودة المنتج بتاعي أو أنت مثلًا شغال في الsales أو قسم الmarketing بتبيع منتج معيّن، فأنت بتبتدي إن أنت تتكلّم عن المنتج وتعرض مزاياه والكلام ده كلّه. فأنا بقى كgraphic designer أو كsocial media graphic designer هدفي إن أنا أبيع المنتج ده أو أبرز مثلًا مميزاته وأخفي إلى حدٍ ما لو ليه عيوب أخفيها شوية عن طريق التصميم، يعني لو إحنا بنتكلم دلوقتي أنت sales أو كmarketing هدفك إن أنت تبيع المنتج ده من خلال الكلام، فأنا كgraphic designer هدفي إن أنا أبيع المنتج ده من خلال التصميم اللي أنا باعمله، فالهدف الأول والأخير إن أنا أبيع المنتج، وإبراز المنتج اللي أنا باعمل له تصميم. مهارات بقى المصمم بتاع السوشيال ميديا أو مهارات مصمم السوشيال ميديا. أول حاجة معايا استخدام برامج التصميم بشكل صحيح، بالأخص الفوتوشوب. تمام، تصميمات السوشيال مُعتمدة اعتماد كبير على برنامج الفوتوشوب، بجانب بعض البرامج المساعدة زي مثلًا illustrator، زي cinema 4D، adobe dimension الحاجات دي، بس الأساسي معايا هو برنامج الفوتوشوب، فأنت لو معاك برنامج الفوتوشوب بس تقدر إن أنت تشتغل سوشيال ميديا، تقدر إن أنت تصمم تصميمات سوشيال ميديا. فإنك تتعلم تصميمات السوشيال ميديا ده بيتطلب منك إنك تكون مُلِم ببعض برامج التصميم وبالأخص برنامج الفوتوشوب،
لإن ده البرنامج اللي من ضمن برامج الAdobe أو من ضمن برامج الجرافيك عمومًا اللي هيساعدك في ده، علشان مميزاته الكتيرة زي التعديل على الصور والألوان والكتابة وغيرها. تاني ميزة أو تاني مهارة لازم تكون عند المصمم، إنه يكون عنده ثراء بالأفكار ويكون مبدع. قدرتك ومهارتك في استخدام البرنامج مش كفاية، يعني مش كفاية لوحدها إنه يخلّيك مصمم social media، لازم كمان دماغك تكون مليانة بالأفكار، اللي تحوّلها لتصميم social بعد كده. يعني أنت لازم الcreativity عندك تكون زيادة شوية، تمام، وده بييجي بقى إيه، مع الوقت، لإن أغلب الناس لمّا بتيجي تتعلم graphic عمومًا بتبقى عندها مشكلة في إن هي تقدر تطلّع فكرة، أو تجيب فكرة للتصميم بتاعها، تبقى كويسة جدًا على البرنامج واستخدام البرنامج كويس جدًا، بس الفكرة كلّها في إن هي بتيجي تطلّع فكرة بقى لأ، ما بتقدرش إن هي تعرف أو ما بتقدرش إن هي تطلّع فكرة للتصميم بتاعها. تالت مهارة لازم تكون معايا وهي مهارات البحث عن ملحقات التصميم، ودي مهمة جدًا، جدًا. لو إحنا ملاحظين إن كل مهارة مرتبطة بالتانية أو مبنية على التانية. أول حاجة، أنت لازم تستخدم البرنامج كويس، ده مفروغ منه. يكون عندك ثراء بالأفكار، عندك إن أنت تقدر المَلَكة إن أنت تقدر تطلّع فكرة، كويس؟ طَب أنت طلّعت فكرة، لازم تقدر إن أنت تجيب الحاجات اللي هتخدِّم على الفكرة بتاعتك. يعني أنا عايز أجيب فكرة أو عندي فكرة، بس مش لاقي العناصر اللي تخدم الفكرة دي. أنا عندي فكرة كويسة، بس أنا الصور مش عارف إن أنا أجيبها، أبحث فين والّا أدوّر فين والّا أجيب منين، تمام؟ فمهارة البحث عن ملحقات التصميم مهارة مهمة جدًا لازم تكون عندك، وهي قدرتك في البحث عن الmaterial اللي هيحتاجها أو هيحتاجها تصميمك أو فكرتك، وده برضه بييجي مع الوقت والتمرُّس. الوقت اللي أنا باقول لك عليه أو بييجي مع الوقت ليه؟ لإن أنت هتكون شُفت كتير keywords دخلت في دماغك كتير، ابتديت إن أنت تبحث، تشوف صور هنا، على صور هنا، على keywords أو كلمات دلالية أو كلمات بحث تقدر إن أنت تبحث بيها، تمام، فده بيسهّل عليك العملية مع الوقت. سهولة التواصل مع العملا، ودي برضه مهمة جدًا وكتير مننا بيفتقدها، وخصوصًا أنا، يعني أنا مش هاقول لك إن أنا ضليع في موضوع سهولة التواصل مع العملا ده، لأ. سهولة التواصل مع العملا هنا قصدي إن أنت تكون صبور شوية، لإن إحنا عارفين إن العملا التعامل معاهم إلى حدٍ ما صعب، بعض العملا مش كلّهم، يعني عشان بس الإيه، الحق يتقال، فلازم برضه يكون عندك مهارة التواصل مع العملا، علشان تقدر تفهم دماغه وتوصلوا مع بعض لتصميم كويس، لإن هو ممكن العميل يكون عنده فكرة معيّنة أنت ما تقدرش تفهم فكرته دي، أو ما تقدرش تفهم دماغه، فتعمل حاجة تانية. ممكن الحاجة اللي أنت تعملها تكون حلوة جدًا، بس مش ده اللي هو عايزه. في الأول وفي الآخر أنت بتصمم التصميم ده للعميل ده، فلازم أو الهدف الأساسي بتاعي إن هو يكون راضي عن التصميم أو يكون التصميم ده عاجبه. توصيل المعلومة من خلال التصميم بأبسط الطرق، بمعنى شُفتوا من شوية لمّا كنا بنقول أهمية تصميمات السوشيال، فتوصيل المعلومة ده هدفي. أنت جاي لك منتج عايز تبيعه، بتعلن عن حاجة معيّنة، بتعرض حاجة معيّنة، فأنت محتاج إن هو إيه، زي ما بيقولوا كده الصورة ب1000 كلمة، تمام، فأنت محتاج من خلال بعض العناصر أو صورة معيّنة أو كلمة أو caption معيّن توصّل المعلومة من خلال التصميم، مش محتاج كلام بمعنى الكلمة يعني. عايز العميل أو الclient أو الaudience بتوعك أول ما يشوف التصميم يفهم أنت عايز تعمل إيه، من غير ما توصف له. الكلام اللي مكتوب هنا يعني هنا بقى بيلخّص أهمية تصميمات السوشيال ميديا، وهي إنك تقدر توصّل للعميل المنتج اللي أنت بتعمل له تصميم بأبسط طريقة وأبسط تصميم، لإنك بتكون حلقة الوصل بين العميل والشركة اللي بتعمل لها الإعلان. فدي المهارات بتاعة مصمم السوشيال ميديا اللي لازم تكون عندك. لو مثلًا هم دول 5 في منهم كتير يعني في مهارات تانية، بس دول الأهم، عندك منهم قد إيه 1، 2، 3 يعني اللي بييجي بقى أو الفكرة إن أنت بتبتدي إن أنت تكتسب المهارات التانية دي مع الوقت، يعني الفكرة كلّها في إن أنت مش عايزك تستعجل على نَفْسك. الكلام ده كله بييجي مع الوقت، ثراء الأفكار، مهارة البحث، سهولة التواصل مع العملا، بييجي مع الاحتكاك أو بييجي مع إن أنت بتشتغل كتير. كتر الشغل والمرمطة ده بيدّيك خبرة أكتر وأكتر في مجال التصميمات نيجي بقى على الtopic التاني أو العنصر التاني وهو مراحل إعداد التصميم. ما هو أنا علشان أبتدي إن أنا أفهم تصميمات السوشيال وأصمم تصميمات سوشيال، فأنا محتاج إن أنا أمشي السلِّم أو أطلع السلِّم واحدة، واحدة.
فهو الموضوع ما بيجيش كده، مش هو صورة وكلمة وخلاص، يعني هو تصميم السوشيال مش مجرد اختيار صورة كويسة وتحط عليها لوجو وكابشن وخلاص، ده لازم يمُر بشوية مراحل علشان تضمن إنك أو إن التصميم بتاعك يكون كويس ويحدد الهدف المطلوب، مش مجرد إن أنا هاجيب صورة حلوة على كابشن كويس وخلفية كويسة وهاحط خلصت، لأ، الموضوع بيمشي بمراحل كده علشان تحقق الهدف الكامل من التصميم اللي أنت بتعمله. طيب أول مرحلة من مراحل إعداد التصميم وهي تحديد هدف التصميم. تصميمات السوشيال ميديا بتختلف أشكالها باختلاف الغرض منها، وغالبا بتتراوح ما بين الإعلان عن منتج جديد أو الترويج لمنتج موجود بالفعل أو التعليم والتثقيف. اللي أنا عايزك تعرفه إن طبيعة التصميم بتختلف باختلاف الهدف منه، علشان كده لازم تكون محدد هدف التصميم بتاعك من الأول خالص. يعني إيه الكلام ده كله؟ يعني التصميمات اللي أنا باعملها أغراضها بتختلف، ليه؟ أنا ممكن يكون عندي مثلًا منتج بابيعه، المنتج ده يكون موجود قبل كده، وممكن يكون المنتج ده لسه جديد، وممكن إن أنا باعمل إعلان بهدف اللي هو إيه، الترويج أو إن أنت مثلًا هدف تعليمي أو هدف تثقيفي، فكل تصميم وليه هدفه، لازم نكون محددين الهدف من الأول خالص، أنا هاعمل إيه أو التصميم بتاعي ده الغرض منّه إيه، علشان أبتدي إن أنا أبني عليه الباقي بقى أو المراحل الباقية. تاني حاجة، المحافظة على الهوية التجارية، ودي كارثة ناس كتير بتعملها. هنقرا الكلام كده لازم من خلال تصميماتك إنك تحافظ على العلامة التجارية للعميل، والعلامة التجارية هنا مش القصد بيها الشعار بتاعه، الهوية أو العلامة التجارية دي بتضمن حاجات كتير أهمها طبعًا اللوجو والألوان اللي بيستخدمها أو خطوط معينة، صور لمنتجاته. كل ده بيشترك مع بعضه في تكوين مسمى الهوية أو العلامة التجارية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا مش علشان أحافظ على الهوية بتاعة العميل مجرد إن أنا أحط له اللوجو، لأ، هو اللوجو ده ليه ألوان، الbranding أو الfull identity بتاعته عبارة عن ألوان، caption، صور معيّنة، slogan، style في الخط، كل ده بيشترك معايا في الهوية، الهوية مش لوجو بس، ده اللوجو جزء من الهوية، أنت الهوية ممكن تكون أصلًا عبارة عن slogan، كلمة كده أول ما بتتشاف تبتدي إن أنت تعرف إن ده تبع كذا، زي التصميم بتاع اللي معانا النهارده اللي هو بتاع اطلب. تمام، التصميم بتاع اطلب أو اطلب عمومًا هو إيه السلوجان بتاعها اطلب الأكل ببساطة، أنت لمّا بتسمع الكلمة، الكلمة بترن في ودنك تلقائي بتشوف قدّامك لون أصفر في موف اطلب والapplication وبتاع، فلازم تحافظ على الهوية، برضه نفس النظام هنا إن أنت الناس ممكن ييجي لها تصميم ولوجو بألوان تانية أو ألوان مثلًا محددة زي أزرق، أخضر، تلاقي إن هي عاملة تصميم أحمر في أسود، لأ ما فيش الكلام ده، أنت ضيّعت الهوية بتاعتك. شُفتوا مثلًا إعلانات فودافون عمرها في مرّة غيّرت عن الألوان الأحمر والأسود والأبيض؟ لأ، عمرها. بيبسي أزرق، أبيض، أحمر، وهكذا كل براند أو كل هوية بتحافظ على الألوان بتاعتها، عشان كده لمّا بنيجي وإحنا ماشيين في الشارع بنشوف مثلًا إعلان من بعيد خالص يافطة باللون الأحمر أو حد لابس شيرت أحمر أو كده، أول حاجة بتيجي في مخيلتي أو ذهني إن ده إعلان لفودافون. تمام، حتى لو مش الإعلان ده لفودافون، بس هي رسّخت في دماغك حاجة زي كده، رسّخت في دماغك إن الإعلان أو إن اللون الأحمر ده بتاعي، فعشان كده أنت لمّا بتشوف فودافون لأ خلاص، أو بتشوف اللون الأحمر عفوًا، أنت خلاص ده فودافون. تالت مرحلة معايا وهي مرحلة استخراج الأفكار. ودي مهمة، تمام، زي ما قُلنا من شوية إن أنت كمُصمِّم social لازم يكون عندك مهارة أو هيكون عندك ثراء بالأفكار وتكون مُبدع. المرحلة دي بقى هي مرحلة استخراج الأفكار، لازم تكون عندك المهارة دي، والمرحلة دي مهمة في بناء التصميم بتاعي. فده بقى بيكون مرحلة مهمة لأنها بتبني أو بيتبني عليها كل اللي جاي. مرحلة استخراج فكرة التصميم مهمة جدًا ولازم تقوم بيها قبل أي تصميم بتعمله، وهي لوحدها أصلًا بتمُر بمجموعة خطوات لازم تعملها بالترتيب. أول خطوة من مراحل استخراج الأفكار، مرحلة العصف الذهني. عصف الذهني، شُفت الكلمة تقيلة إزاي؟ العصف الذهني أنت بتمسك دماغك كده بتعصرها، أي فكرة وأي حاجة بتيجي في دماغك بتبتدي إن أنت تكتبها وتطلّعها. تاني مرحلة، مرحلة التريقة على الأفكار.
العصف الذهني أنت بتطلّع كل الأفكار اللي عندك، ويُفضّل إن أنت تعملها مع team ما تعملهاش لوحدك، ناس معاك كده تعمل معاهم meeting وتعمل عصف ذهني. بعد كده بتبتدي إن أنت تتريق بقى على الأفكار، تبتدي تتنمر على الأفكار بتاعتك، لأ الفكرة دي وحشة، الفكرة دي حلوة، الفكرة دي الناس هتتريق عليها، الفكرة دي مش مبينة، مش عارف إيه، وهكذا. بتفلترهم بقى تقريبًا ل5 أو 6 أفكار، يعني أنت لو طلّعت 10، 15، 20 والناس ما تستهونش ب10، 15، 20 ده أنت ممكن تطلّع أكتر من كده. تمام، إن باقول لك إن أي حاجة بتيجي في دماغك قُلها، ما تفلترش الكلام، أي حاجة تيجي في دماغك ما تعدّيهاش على فلتر كده علشان تتكلم، لأ. من دماغك للسانك على طول، هيكون عندك أفكار كتير، ابتدي إن أنت تتريق عليها فلترها لي لحد ما توصل ل6 أفكار، بعد ما بتطلع من مرحلة التريقة على الأفكار بيكون معاك 6 أو 5 أفكار، ابتدي إن أنت بقى في مرحلة التصويت صوّت لي عليهم أو اعمل لي vote عليهم كده ل3 أفكار فقط، كويس، أحسن 3 بالنسبة لك، بعد كده بتيجي مرحلة عرض الأفكار على جمهورك، وجمهوري هنا مش معنى اللي هو الجمهور عمومًا، لأ، أنت ممكن تجيب واحد أنت شغال في شركة مثلًا وبتعمل meeting أنت وteam الgraphic فبتبتدي أنت تمُر بالمراحل دي، بعد كده خُد فكرة أو ال3 أفكار اللي أنت طلّعتهم، اعرضهم مثلًا على team الmarketing، اعرضهم على المحاسب، اعرضهم على أي حد من قسم تاني، ما يكونش قاعد معاكم في الmeeting ولا يكون إلى حدٍ ما ليه علاقة بالتصميم، واشرح له ال3 أفكار اللي أنت طلّعتهم، الفكرة اللي هيختارها أو هيقول لك دي أنا فهمتها ووصلت لي، اشتغل بيها، فهو هيختار لك فكرة، ابتدي إن أنت نفّذها، ودي الفكرة اللي هتنجح، دي الفكرة اللي هتسمّع. بعد كده بتيجي بقى آخر مرحلة وهي مرحلة التنفيذ. طيب المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة تحديد أي منصة هيتم النشر عليها، والمرحلة دي برضه مهمة وبتبين قد إيه أنت فاهم ومُلِم بكل التفاصيل، وهي إنك لازم تكون عارف المنصة اللي هتشتغل عليها كويس جدًا، لإن كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي ليها مقاسات خاصة بيها، سواء في مقاس الpost أو الcover وغيرها من التصميمات. وعلشان نوفّر على نفسنا يعني حفظ المقاسات دي، في موقع اسمه Sizes الموقع ده حلو جدًا في إنه بيقدّم لك كل مقاسات منصات التواصل الاجتماعي بصيغة الفوتوشوب والillustrator ومقاسات السوشيال كده إحنا هنتكلّم عنها بالتفصيل في فيديوهات تانية أو في لايفات تانية تمام، فما تقلقش من نقطة مقاسات السوشيال دي. فأنت بتحدد المنصة اللي أنت هتشتغل بيها، ليه؟ لإن ده بيبيّن مدى فهمك كمُصمم. مش مجرد مقاس وخلاص، مش أي مقاس بيتعمل بيبتدي إن هو ينزل على أي منصة، لأ، مقاس الإنستجرام ليه أو منصة الإنستجرام ليها مقاس، منصة الفيسبوك ليها مقاس، التويتر ليه مقاس، التيك توك، كل ده ليهم مقاسات، الcover بتاع الفيسبوك غير LinkedIn غير مثلًا الBehance غير المنصات اللي غير كده. فكل ده هنتكلم عنه بالتفصيل كلٍ على حدة وكلٍ واحد بمقاسه ونشوف أمثلة كمان عليه. تيجي بقى المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة التصميم. ضبّطنا كل حاجة، فيالّا بينا بقى نصمم، بس قبل ما ندخل في مرحلة التصميم لازم نكون ملمّين بقى بشوية قواعد برضه كده أو شوية مواقع إن هي تكون معانا، اللي هو إيه، المخزن بتاعي تمام، فمرحلة التصميم دي إحنا يعني هنبتدي إن إحنا نقسّمها أساسًا في اللايفات اللي إحنا هنعملها كلّها، إحنا مش هنلتزم بتصميم واحد بس أو نموذج واحد بس لأ، إحنا هيبقى كل مرّة معانا تصميم شكل. بفكرة مختلفة، بشكل معيّن، بهدف معيّن، هنتمرّن على كل لون وعلى كل شكل، فمرحلة التصميم هي بتيجي آخر مرحلة، المرحلة دي هتبقى معانا كل مرّة، لإن إحنا كل مرّة هيبقى معانا topic والتصميم ده ثابت معانا، فممكن الآخر مرحلة دي نثبّتها معانا على طول، كده إحنا خلّصنا الtopic النظري، فاضل بقى إن إحنا ندخل في مرحلة التصميم أو الtopic اللي هو العملي.